يلا بقى العام الدراسي الجديد هيبدأ، كل سنة وانتم طيبين. لو محتارة بقى تحطي ايه للولاد في الساندوتش كل يوم، تعالي بقى هقولك على فكرة حلوة قوي هتعجبك قوي. هنعمل النهاردة شوية كفتة فراخ كده، هتقعد معاكي بقى في التلاجة شهر كامل. هتعملي اللانش بوكس في منتهى السهولة، وتعملي الساندوتش في 10 دقايق بالظبط. فكرة حلوة قوي سهلة، هتسهل عليكي ساندوتشات المدرسة بمنتهى السهولة. تصحي بدري تعملي الساندوتش ويكون سهل وجميل، والولاد هيحبوه قوي، هيطلبوه منك كل يوم وهتعمليه كتير جدا. قبل ما ابدا معاكم وصفتي، لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي عزة وبحبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو. هنعمل بقى سندوتش المدرسة، حاجة كده حلوة قوي هتعجب الولاد وهيطلبوها منك كل يوم. كل يوم هيطلبوا السندوتش ده ومش هيرجعوا لك من المدرسة بالسندوتشات، هياكلوها كلها. هنبدأ وصفتنا على طول، ويلا نعمل سندوتش المدرسة القمر ده بسهولة جدا. معايا كده صدور الفراخ، وهبدأ ان انا اقطعها كده مكعبات. طبعا كفتة الفراخ بتكون حلوة ومغذية كده ومفيدة للولاد، وهنضيف ليها كمان شوية خضار كده هيخلوها طعمها حلو قوي. قطعنا كده صدور الفراخ مكعبات. كمان هنقطع شوية كزبرة أو بقدونس على حسب رغبتك. كمان هنقطع كده واحدتين من الفلفل أحمر وأخضر. وبس كده، وبعد كده هنحط بقى كمان طماطماية واحدة بس، هنقطعها برضو مكعبات. طبعا كنت انا نسيت البصل وحطيت التوابل في الاول، حطيت هنا ملح وبابريكا مدخنه وفلفل اسمر وبس. هنا بقى هنبدأ ان احنا ناخد كل الخضار ونحطه بقى في الكبة علشان نفرمه ناعم قوي. بس قبل كده هنحط بقى البصل اللي احنا نسيناه في الاول. هناخد بقى الخضار بتاعنا وننزل بيه بقى في الكبة. طبعا هنفرم كل الحاجات دي كده مع بعضها، الحاجات الجميلة القمر دي اللي هتخلينا كده نعمل احلى شوية كفتة كده طعمها جميل قوي. وهقول لكم ازاي برضو نخزنها في الفريزر وتبقى معاكي طول الشهر. طلعي كده الصبح بدري وتحمري، والولاد ياخدوا سندوتش جميل قوي وحلو جدا. بعد كده ما خلصنا كده فرم الخضار والفراخ بالشكل ده، بقى معانا كده الكفتة جاهزة. هنصبعها بقى بالطريقة دي. طبعا الفيديو قطع مني او التصوير قطع وانا مش واخدة بالي، لكن انا هنا حطيتها كده في علبة تلاجة، وحطيت كيس تلاجة تحت كده، وبدأت هنا ان انا اصبع كده الكفتة بالشكل الجميل ده. بتتعمل بسرعة جدا، ما بتاخدش اي وقت ولا مجهود، ولا هتحطي لها بقى زيت ولا اي حاجة. مش هتلزق ولا هتفك، وهتشوفيها دلوقتي قمر قوي. طبعا الوصفة دي وصفة الشيف محمد حامد، وهو عمل خطوة أنا ما عملتهاش، هنا هقول لكم عليها دلوقتي. هنا بقى طلعنا الكفتة من التلاجة متجمدة كده، وهنحمرها بسرعة. هنا بقى الصبح بدري اهو قبل المدرسة، علشان نعمل سندوتش المدرسة. طلعنا بقى الكفتة من التلاجة بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نحمرها كده في الزيت. وكانت الكفتة بالشكل القمر ده، لا بتفك بقى ولا بتفرول ولا اي حاجه. بجد الكفته كانت خطيره حلوه قوي. بقول لكم ان الوصفه دي وصفه الشيف سوري محمد حامد، بس هو سواها على البخار، وانا مش بحب ان انا اسوي الفراخ قبل ما ادخلها الفريزر عشان ما تبقاش زفره، فانا تخطيت الخطوه دي. هنا بقى هنعين بقى الكفته بتاعتنا في التلاجة تاني، وهنبدا ان احنا نعمل سندوتش المدرسه القمر ده. هنا طلعنا بقى الكفتة من الزيت، وهنبدأ ان احنا نعمل السندوتش بتاعنا الجميل القمر اللي هنحطه في اللانش بوكس، واللي هيتعمل بسرعة قوي، والولاد هيطلبوه كتير قوي لانه طعمه بجد حكاية. عملنا كده الساندوتش بالشكل الجميل ده، شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم ان ريحه الكفته كانت حلوه قوي 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 بجد وهميه. انا اكلت منها ومش عارفه اشبع، جميله قوي. طبعا الولاد هيحبوها قوي،
هياكلوا كل السندوتشات مش هيرجعوها. وبالشكل الجميل ده عملنا سندوتش المدرسة بسهولة جدا. هتبقى معاكي في التلاجة زي ما انا فرستها كده في علبة تلاجة، وبتحطيها كده في اكياس التلاجة جوه علبة التلاجة، وبتطلعي منها كل يوم الصبح بقى وتعملي الساندوتش بمنتهى السهولة. ده كان الفيديو، وده كان ساندوتش المدرسة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو.